اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا يا جماعه انا عملت التورته دي موديل قبل كده معاكم، او شكل الديزاين ده قبل كده معاكم. عملته مقاس كان 20. النهارده الديزاين ده مقاس 30. تمام. وانا قلت لازم انزل لكم الفيديو لما جاني كومنت غريب قوي هنا على القناه، هقول لكم عليه واحنا بنشرح على الفيديو بتاعنا. زي ما انتوا شايفين يا بنات، ده كيك مقاس 30. انا خبزاه في حلة مقاس 30، عاملة عليه 750 جرام من دقيق الاسبونج. تمام. حطيت عليه 7 بيضات، وحطيت عليه 3/4 كوباية مية، يعني كوباية، يعني نص كوباية وربع. تمام. وحطيت عليهم كمان معلقة وربع من محسن جل وشوية فانيليا سايلة، وضربتهم كويس جدا، ومعلقة خل. قعدوا معايا في الفرن يا بنات ساعة الا ربع. حلو كده، حلو. حاطه كده في العجان زي ما انتوا شايفين كده، حاطه فيه هنا 2.5 كوباية من الشانتيه، عليهم ربع كوبايه من السكر، ومعلقه لبن بودر. وابتديت ان انا احط الميه بالتدريج، يعني ما بحطش الميه او قلت لكم قبل كده كذا مره مقدار الميه في الكريمه تبع انواع الكريمه، يعني تبع كل نوع كريمه بياخد قد ايه ميه. هنا ابتديت ان انا اقطع بقى هنا الكيك بتاعنا. طبعا الكومنت اللي جاني على نفس الديزاين ده او نفس الشكل ده في التورتايه جاني حرام. طيب حرام بالنسبه لايه؟ بالنسبه ان انا عامله تورتايه هتاخديها هديه لناس جايين من الحج. طيب الحرمانيه فيها ايه؟ انا عايزه اعرف الحرمانيه فيها ايه. الحرمانيه انا ولا عامله شكل مسجد هيتقطع يتاكل، دي اولا. ثانيا ولا عامله شكل الكعبه، ولا عامله شكل مثلا مصحف، ولا اي حاجه من دي. استغفر الله العظيم يا رب، يعني ما عملتش اي حاجه من دي. انا كل اللي انا عاملاه توبرز ورق، وهوريه لكم دلوقتي. وعباره عن توبر الورق ده بتشيليه وتقدري تحتفظي بيه. اللي انا عاملاه في شكل التوبرز شكل الكعبه، وشكل المسجد، وشكل سجاده الصلاه. اكتر من كده مفيش. ايه بقى وجه الحرمانيه؟ هتشيلي كل الكلام ده هتبقى تورتايه عاديه خالص، ولا فيها اي حاجه خالص. ايه وجه الحرمانيه؟ اعرفي كلمه حرام دي يعني ازاي، وبعد كده وجهي كلمة حرمانية. تمام، دي اول حاجة. والتاني حاجة، انت بتقولي للناس انتوا كمان شوفوا قولوا رأيكم معايا ولا لا. يقولوا رأيك في ايه؟ يعني انت هتكذبي الكذبة وتصدقيها مثلا؟ يعني انا عايزة اعرف بس ليه. طيب وبعدين حسابات حسابات حسابات، بتعملي حسابات وبتكتبي كومنتات سخيفة ليه؟ والله يا جماعة انا بأذي حد ولا ليا دخل بأي حد. تعرفي ايه عن حياة حد؟ تعرفي ايه عن الدنيا ماشية ازاي؟ انت ما تعرفيش حاجة عن حد لكتابة ان انت تكتبي حرام عليكي. حرام عليا عملت ايه؟ جيت اخدت من جيبك حاجة؟ جيت قلتلك هاتيلي حاجة؟ جيت قلتلك التورتايه دي بكذا؟ ما قلتلكيش اي كلام من ده. كل الحكاية دي ارزاق، والارزاق بيد الله. انا بعمل شغل مش بلعب، ده شغل. ايه وجه الحرمانية بقى اللي الكومنت الجميل اوي اللي انت كاتباهولي حرام عليك؟ حرام عليا في ايه؟ خدت من جيبك؟ خدت من جيب غيرك؟ ده شغل انا بقدمه ومحتوى بقدمه. بتهيألي انت استحالة تكوني من الناس اللي بتستفيد منه، او استحالة برضو تكوني من الناس اللي ليه يعني المتابعين عندي. ده اكيد يعني، وده برضو شيء يعني يشرفني اوي ان انت ما تبقيش من المتابعين بتوعي. تمام. وطبعا يا بنات انا اسفة اوي اوي على الكلام اللي انا قلته، بس ده غصب عني. الكومنت كان سخيف قوي. كاتبالي حرام عليكي دي في كومنت، وكاتبالي كمان ان هي عايزة تشوف رأي الناس كمان انتوا معايا ولا لا. ده كومنت. وتاني كومنت كاتبالي تحتيه حرام. تمام. انا الكومنت اللي هو اللي فيه الجملة انا سبته، ما شلتوش، ما عملتلوش حذف. الكومنت اللي هو حرام ده انا صراحة يعني من اللي انا فيه رحت شايلاه، لان انا مش شايفة اي وجه حرمانية خالص. انا بقى دلوقتي بوجه لكم رسالة، هو المحتوى اللي انا بقدمه ايه اللي فيه حرام؟ ايه مثلا شكل التورتايه ان انا حاطه عليها توبرز كعبة ومسجد وسجادة صلاة؟ ايه وجه الحرمانية فيه؟ دي شكل سجادة صلاة مش مصحف على فكرة. في ناس بتعمل شكل المصحف، وفي ناس بتعمل شكل الكعبة وشكل المسجد. كل ده مجسمات. انا ما عملتش اي كلام من المجسمات اللي انت تكتبي لي وتقولي حرام. دلوقتي بعد ما حشيت التورتايه بتاعتي، وانا اسفة جدا ان انا طولت في الموضوع ده، بس هنقول كده مع بعض. زي ما حشيت التورته وزي ما انتم متعودين، حطيت الكيس البلاستيك، وبعد كده ابتديت ان انا ارص الكيك بتاعي،
واحط الشانتيه اللي بالشوكولاته، لان طبعا هنا هي طالبه الكيك كان شوكولاته يا بنات. انا عملت من الموديل ده كيك كان كله شوكولاته، وعملت نص شوكولاته ونص فانيليا، وعملت كله فانيليا. عملت منه اللهم بارك ما شاء الله، عملت منه كميه حلوه قوي الاسبوع اللي فات، اللي هو الاسبوع اللي عوده الناس من الحج. طبعا ده يدل على ان الحمد لله رب العالمين على النجاح، يعني ان الحمد لله الجروب شغال والناس شغاله. طبعا زي ما انتم شايفين ببتدي كده ان انا اجلس التورتيه بتاعتي، فبحط لها طبقه كريمه. بس يا بنات للاسف انا ما لقيتش مقاس قاعده غير مقاس قاعده 30 برضو مدوره اللي حطيتها عليها. لكن بعد كده اما جيت اعمل الموديلات التانية وهتلاقوها نازله على الشورتس، هتلاقوها ان هي القاعده مربعه 30 كانت كويسه الى حد ما، كويسه غير مدوره يعني. لذلك انا بحب القاعده تكون كبيره، ما بحبش القاعده تكون صغيره. ببتدي كده ادخل في مرحله التجليد زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبساوي كده الاطراف. طبعا يا بنات هنراعي ونلاحظ برضو ان هنا عشان الكريمه اللي جوه الكريمه شوكولاته، فاكيد برضو هيبان لها اثر كده خفيف يعني، بس عادي ما يكملش يعني، ما يشرطش. احنا هندريه طبعا، هنحط كميه كريمه تانية فانيليا، فطبعا كل ده هيتدرى. بحاول كده ان انا انضف البوردة، بس طبعا هي اخدت مني وقت على ما نطفت. نضفتها بمناديل ورق، طبعا نضفت شوية لان هي طبعا البوردة ما كانتش باينه خالص بعد التجليس. بعد ما بجلس كده كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بساوي خالص بقى، وبسيب اي رتوش بشيلها خالص زي ما انتوا شايفين معايا كده. ولو حسيت ان في جنب واطي شوية عن جنب عالي بساوي كده، وهكذا لغاية لما اخلي كل الاجناب بتاعتها متساوية خالص، واظبط الدنيا خالص في التورتيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. بظبط بقى وبحاول لو في اي حاجة بشيلها تاني على طول، وبالسكرابر شغالة من فوق، وبالسكرابر برضو اللي هو الطويل من الاجناب لغاية لما اساوي كله ويبقى مظبوط معايا. تمام كده يا بنات. تمام. طبعا يا بنات اخدت مني كوبايتين ونص من الشانتيه. تمام يا بنات. لغايه كده ببتدي بقى ايه، اجيب بقى هنا التوبرز ده. التوبر ده بقى يا بنات لقيته في المكتبه كده بالصدفه، كنت بعت اطبع ورق عادي من اللي انا بطبعه، الورق اللي انا بطبعه ما كانش فيه لمعه، كان ساده كده. فالمهم لقيت ده، لقيت بتاع المكتبه بيقول لي ده الفخ منه 15 جنيه. طبعا لما شفته عجبني قوي، يعني التاني انا كنت بطبعه ب5، ده ب15. بس ده بقى ايه يا بنات، ده ما بلزقوش بقى على ورق تاني زي ما قلت لكم قبل كده معايا ببريت ولا الكلام ده كله، لا ده بجيبه بقصقصه على طول، بتلاقي الورقه كده قويه كده وشاده نفسها. ده الحاجه التانية كمان اللمعه بتاعتها واللون بتاعها تحفه. اللون بتاعها بيكون غامق، بتديك الدرجه الحلوه قوي اللي انت مطلعاها من على البرنامج. تمام. هنا غلطه غلطتها في التورتيه دي، وهي ان انا بعد ما حطيت، شايفين الشوكولاته، انا بلزق هنا شوكولاته عشان طبعا تبقى طبقه عازله بين الورق وبين التوبرز اللي انا حطاهم. انا هنا حطيت المسجد، وبعد ما حطيت المسجد الطبقه الدوار لف، ما جيت الزق السجاده اتلزقت العكس، يعني كان المفروض السجاده تيجي في الزاويه التانية، انا لزقتها فجت في العكس بالشكل ده. تمام. هحط بقى هنا السبحه عادي، قلت مش شرط طبعا استحاله ان انا اشيل السجاده بعد ما حطيتها، هتبهدل الدنيا خالص. فابتديت ان انا احط السبحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بالسبحه والكلام ده بتغيب معاكي شويه، ولسه طبعا هعمل لها اللي هي العقال بتاعه السبحه اللي هي من فوق. وطبعا من داير ما يدور التورتيه بتاعتي هحط كريسبي زي ما عملت قبل كده. عملت الكريسبي ده يا بنات احجام كبيره قبل كده، يعني عملته احجام اكبر من كده. وده كان كده شكل التورتيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رايكم كده يا بنات؟ واتمنى تقولوا لي رايكم ايه ووجه الحرمانيه ايه في التورتيه بتاعتنا. وده الديزاين اللي اتكرر كذا مره والحمد لله رب العالمين. اقول لكم مع السلامه، ومستنيه رايكم في الكومنتات.